السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتاريخ 8/5/2023، يعني حوالي كده الساعة 2 بالليل أو 3 بالليل، في شهاب أو نيزك بيخترق السماء في الجزائر. وهو الإخوة في الجزائر بيقولوا إن الشهاب أو النيزك مرة واحدة السماء في الجزائر بقى لونها أحمر، والشهاب كان قوي جدا جدا، أو النيزك كان قوي جدا، والسماء في الجزائر بقت لونها تحول إلى أحمر. والضوء بقى يعني كأنهم في عز النهار. فدي ظاهرة كونية. طبعا احنا في الحالة زي كده ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرحمنا ويبعد عننا اي سوء. ان طبعا الجزائر يعني اخواتنا وفي الدول العربية، فربنا يرحمنا. وطبعا النيزك دوت شعلة من النار، وهو يعني بيتكون من جسيم النظام الشمسي ومن حطام الصخور، وبينزل مرة واحدة، وفي بيتكون فيه نيازك حديدية، وفي نيازك حجرية، وفي نيازك أخرى حديدية حجرية، الاتنين مع بعض. ودي طبعا بتتكون من 99% من الحديد والنيكل، وهي بتكون من جسيم من النار، ودي جاية من السماء. وربنا يعني الحمد برحمته الواسعة. وفي الحالة دي ندعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يرحمنا. دي ظاهرة كونية، وربنا يبعد عننا كل سوء. دي كانت نبذة مختصرة عن النيزك أو الشهاب اللي حصل في الجزائر اليوم. أشوف حضراتكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.